تعالوا نعمل الكنولوني مع بعض ونعرف كل أسراره اللي تطلعه معاكي مظبوط وأحلى كمان من المطاعم. بس طبعا زي ما تعودنا قبل ما نبدأ الفيديو، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. أول حاجة هنحتاج كوبايتين لبن نزلت عليهم ببيضتين وملح وفلفل، ثلاث معالق كبار زيت ومعلقة خل، وضربتهم كويس جدا. وبعد كده نزلت عليهم بكوباية ونص دقيق وضربتهم كويس. وبعد كده صفيتهم عشان اتأكد ان مفيش اي تكتلات. ده القوام المظبوط، هغطيه وادخله التلاجة يرتاح ربع ساعة. دلوقتي هبدأ اجهز الصلصة. معايا معلقتين كبار صلصة وملح وفلفل اسود وتوم باودر، وخففهم بشوية مية بحيث يكون القوام لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وهو ده كده القوام المظبوط، وده كده الخليط بعد ما ارتاح. ده القوام بتاعه. رفعت طاسة او صينية غير لاصقة على النار ودهنتها فرشة خفيفة زيت، وبدأت اوزع فيها الخليط من النص لحد الاطراف. هي دايما اول واحدة مش بتبقى مظبوطة قوي. تحمر من تحت، اقلبها على الناحية التانية لحد ما تاخد اللون الذهبي. بكرر نفس الموضوع، فرشة خفيفة قوي زيت، وكل مرة بتحطي فيها الخليط تشيلي الطاسة من على النار عشان درجة الحرارة بتاعتها متبقاش عالية قوي. ولو تعرفي ما بين المرة والمرة ترفعي الطاسة دقيقة واحدة من على النار بحيث ان هي متبقاش سخنة قوي، تبقى درجة حرارتها دافية، يبقى احسن كمان الخليط يتوزع معاكي بسهولة. او ده تاني مرة، اول ما خدت اللون الذهبي بدأت اقلبها الناحية التانية، واكرر نفس الموضوع لحد ما اخلص كل الكمية. اللي انا بطلعه بحطه فوق بعض واغطيه بفوطة علشان ما ينشفش. بالشكل ده. شايفين عامل ازاي معايا؟ طري جدا، لما بقفله كده ما بيتقطعش وبيرجع تاني زي ما هو. ده دليل على انه طري جدا، والعجينة فعلا حلوة قوي. دلوقتي هجهز البشاميل. بولة فيها دقيق وادوبه في شوية مية على البارد لحد ما الدقيق كله يدوب تماما. على النار حطيت كوبايتين لبن ومعلقة كبيرة قشطة وملح وفلفل اسود، معلقة كبيرة جبنة كريمي، دي اختياري بس بتفرق قوي في طعم الخليط البشاميل. انزل بالخليط اللي انا عملته اللي هو الدقيق والمية شوية بشوية. انا ايد بنزل الخليط والايد التانية بستمر في التقليب. خليط البشاميل اللي معايا يبقى وسط، لا تقيل ولا خفيف، بالشكل ده. الحشوة بقى اي حشوة تحبيها. انا استخدمت لحمة مفرومة متعصجة. بدأت افرد الكنلوني وحطيت فيه لحمة مفرومة وشوية جبنة موتزاريلا، وبدأت ألف الرول بالشكل ده. طبعا أنا كنت حاطة في الصينية شوية بشاميل من تحت، وبدأت أرص عليه الرولات بتاعة الكانيلوني لحد ما خلصت كل الكمية. هدهن الوش بالصلصة اللي أنا كنت مجهزاها، وبدأت أوزع البشاميل بالشكل ده. وآخر حاجة رشة جبنة موتزاريلا. دخلته فرن ساخن مسبقا درجة حرارة 200، يدوب بس يتماسك شوية والجبنة تسيح، وبعد كده أرفعه على الشبكة، أشغل الشواية ياخد وش، هيطلع معاكي بالجمال ده. قد ايه طعمه يجنن. لو جربتيه اكيد هتعتمدي الطريقة. شايفين شكله من جوه عامل ازاي وشكل الحشوة؟
متأكدة انك لو جربتيها هتعتمدي الطريقة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم.